مع بتروجيت 1-1 في مباراة حلوة لبتروجيت، بصراحة عامل ماتش حلو جدا. فريق بتروجيت كان بيقاتل لغاية آخر الماتش. كان هو أحسن في أول نص ساعة في الماتش. النص بقية الماتش الأهلي هو اللي ضاغط، بيهاجم بس كان بيدافع. فريق بتروجيت بصراحة برجولية، اللعيبة رجالة بتاعت بتروجيت عملوا ماتش حلو جدا. نيجي بقى على الأهلي عمل ماتش بصراحة سيء جدا، بالذات أول نص ساعة اللي دخل فيها الجون وغلطة من الشناوي. الغلطات الغريبة اللي بيغلطها دي معرفش لغاية امتى يقعد يغلطها. يعني لغاية دلوقتي احنا داخلين فينا 13 جون في الدوري، حاجة تقرف. التعادل ده خلانا نخسر الصدارة، وسيراميكا بقت متصدرة، وبيراميدز لو كسبت مؤجلاتها هتفرق عننا بكتير شكل الدوري السنة دي. البيراميدز ضيعنا هجمات كتيرة، عندنا ميس باص بالهبل، باصات غلط بالهبل من كل اللعيبة مش مركزة. فيش باصتين تلاتة لبعض وما تقطعتش، كل باصتين تلاتة واحد تاني يغلط. كمان الشوط الأول طاهر لغاية ما طلع، طاهر تحس إنه بيلعب معاهم، ما بيلعبش معانا. طاهر ده المفروض ما يلعبش مع الأهلي أصلا، يمشي بقى، يمشي، خنقني. يعني بصراحة طاهر ده من أسوأ اللعيبة في الأهلي. هو وبصراحة برضو لما نزل قفشة ما عملش أي حاجة. ضيع هجمة غريبة أوي هو وجراديشار، كانت ممكن يبقى نخلص التاني ونخلص ونجيب الجون التاني ونفوز، بس ضيعوه بطريقة غريبة. المدرب لسه مش باين أوي كويس ولا مش كويس، بس أعتقد لغاية دلوقتي مش عارف اللعيبة، يعني بقاله باين 20 يوم مع الأهلي، فمش عارف اللعيبة كلها. أعتقد اللي ماشي الفريق عادل مصطفى، هو اللي ممشي الفريق، هو اللي عارف اللعيبة أكتر. فمعرفش ايه اللي بيحصل ده، فربنا يستر على الأهلي الماتش الجاي، وبالذات في كأس السوبر لازم نلحق نفسنا، لو كده كأس السوبر هنخسره أكيد. فربنا يستر. التعادل ده خلانا المركز التاني في الدوري، وبقى سيراميكا المركز الأول، وبقى عندنا 22 نقطة في المركز التاني، وسيراميكا 23، والزمالك لو كسب هيقرب لنا، هيبقى 21 لما يلعب بكرة مع البنك الأهلي. ربنا يستر على الأهلي. ماتش من أسوأ المطوشة. الأهلي بقاله بصراحة الموسم كله سيء، بس بقاله 3 ماتشات ولا 4 ماتشات ساعة ما المدرب جه، لما مشي عماد النحاس الأداء مش حلو. فإن شاء الله الأهلي يرجع تاني لمستواه.